اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحاب صابر من قناه ذا بيست فود. ان شاء الله النهارده هعمل لكم البقسماط البيتي، يا رب يعجبكم. انا عندي كيلو من الدقيق، تمام، وهنا عندي معلقه من الخميره، معلقه كبيره خميره، وعندي معلقه دقيق ومعلقه سكر، خميره ودقيق وسكر. وهبدا ان انا احطهم على طول في عندي في ربع من الميه الدافيه، ربع كوبايه ميه دافيه، عشان الخميرة تبدأ ان هي تتفاعل. اقلب الكلام ده كله كويس، تمام. يبقى انا جبت عندي معلقة سكر مع معلقة دقيق مع عندي معلقة من الخميرة، وهقلبهم واسيبهم ان هي تخمر كده في مية دافية، ربع كوباية مية دافية، لحد ما تعمل بابلز كده، فقاقيع كده من الجنب. يبقى كده اختمرت معايا وزي الفل شغاله معايا. حابه تستغني عن الخطوه دي وتعملها على طول في العجان، بس انا بحب الخطوه دي عشان بتخمر العجينه لاول مره غير التخمير اللي بعد كده. بعد كده تمام كده معايا. هبدا ان انا اقول لكم على باقي المقادير. بقى عندي رشه ملح، عندي معلقه كبيره من السكر برضو، وعندي معلقه كبيره من البيكنج باودر، وعندي معلقه دقيق. يبقى انا خدت تاني سكر ودقيق وخميره، وهنا هاخد سكر ودقيق وبيكنج باودر، خلاص. وعندي رشه ملح، وعندي ربع كوبايه زيت، وهاخد معلقه خل، وهنا عندي كيلو دقيق. هبدا ايه الاول دلوقتي؟ انا هعمل برضو، هنزل عندي كده بالسكر مع الدقيق مع البيكنج باودر، وهحط ده هيبقى عندي الخليط هيعمل هيعمل دي عبارة عن المادة اللي بتعلي برضو، او مادة الخبز بتاعتي. بصوا كده، شوفوا تفاعل الخل مع عندي البيكنج باودر اهو كده، بصوا كده روعة جدا. هبدأ بقى استخدم العجان على طول، انزل بكل مكوناتي مع بعض. ولو ما عندكيش عجان ممكن على ايدك، بس العجان يعني عشان خاطر هنفضل ان احنا نعملهم لمدة 10 ايام، لمدة 10 دقايق، خلاص كده. طيب احنا اول حاجة عندنا ادي عندي العجان اهو. هبدأ انزل برشة الملح، وهنزل عندي كمان عفوا، هنزل كمان عندي بالخميرة بعد ما اختمرت طبعا، خلاص كده تمام معايا. وهنزل كمان بالخليط اللي هو مادة الرفع بتاعتي، البيكنج باودر مع السكر مع الدقيق. جربي الطريقة دي في كل المخبوزات، حلوة جدا. وهنزل كمان عندي بربع كوباية الزيت، خلاص. وهبدأ اقلب الكلام ده كله، وانا هحتاج كوباية دافية يا جماعة، كوباية مية دافية، هقلبها مع الخليط زي ما هنشوف دلوقتي. طيب انا بنزل بيها شوية بشوية، لان مش كل دي بنحتاج نفس الكمية، ممكن كوباية الا ربع او كوباية. يا جماعة العجينة مفيش اي حاجة، عندك اهو في النهاية اللي قدامك، تمام. تتلم برضو، هسيبها دقيقتين، وبعد كده هدهنها دهنة بسيطة من الزيت وغطيها لحد ما تختمر، ونشوف هنعمل ايه. اهو يا جماعة بعد العجينة ما اختمرت، انا خدت منها جزء وحاولت ان انا افرده بالنشابة، تمام. وهبدأ ان انا اعمل ايه، اقطعه بقى. بصوا معايا كده، انا هبدأ ان انا اقطعه لحتت كده بالطول وبالعرض، تمام كده على طول، وكده كمان، بحيث ان انا اخد كل جزء من ده، وهنشوف هنعمل بيه ايه دلوقتي، تمام. هبدأ ان انا اقطعه كده كله لحد ما نشوف هنعمل ايه. اهو يا جماعة بيبقى حتت كده، ما تحاوليش ان انت تكبريها لان لسه هيخمر تاني. انا هاخد مثلا جزء من العجينة دي. شايفين يا جماعة ماسكة نفسها ازاي؟ بتبقى مختلفة عن عجينة البوريك والكلام ده كله. هبدأ اعمل ايه، هبدأ ان انا احاول ان انا افردها، تمام. لو لقيتيها صغيرة قوي مفيش مشكلة، بس انا حباه، انا عايزاه يبقى شبه الباتون ساليه، رفيع جدا، تمام. حابه ان انت تتخنيه وتعملي البقسماط العادي، مفيش مشكله. احنا هنعمل ده ان شاء الله، ونعمل ده ونشوفه مع بعض، تمام. بصوا بقى ببدا اعمل ايه. بجيب عندي كده، دي طلعت بقى ايه، صغنطوطه خالص، فهقوم عامله ايه بقى، دي صغنطوطه خالص يا جماعه. ابدا ان انا هلفها كده، تمام اهي. تدي معاكي طول، لسه هتخمر يا جماعه، لسه هتخمر وهتبقى معاكي زي الفل.
انا بس بحاول افردها عشان تديني طول اكتر. حبة اطول من كده براحتك مفيش مشكلة، كبري التقطيعة بتاعتك اهو. هو كده انا شايفاه مناسب قوي. تمام. هبدأ اعمل ايه يا جماعة؟ في صينية مدهونة بالزيت خلاص، وهبدأ ان انا ارصه كده واخلص كل الكمية وهوريكم هعمل ايه. اهو يا جماعة معايا زي الفل. انا عملت حجم تخين شوية وعملت اللي هو الرفيع خالص. كل ده لسه هيخمر يا جماعة. هخلص بقى كل الكمية واسيبه يخمر تاني لمدة ربع ساعة ونشوف هنعمل ايه. بصوا يا جماعة، ادي عملت التخين وعملت الرفيع، وزي ما قلت لكم بيختمر. انا برضه هقول لكم اوريكم واحدة تانية على كاونتر يا جماعة او عادي في طبق في اي حاجة، وبالنشابة كده بناخد قطعة بالنشابة كده. بصوا ببدأ ألف. شايفين بصوا طرف العجينة اهي. ببدأ ان انا ألف، وانا يعني عايزاه يطلع رفيع. انا عملت كل الاحجام بس انتي براحتك، وتبدأي تلفي كده كويس قوي. بصي بقى بتجيبي من النص كده وتبدأي توسعي من النص، وتبدأي توسعي وظبطي بقى الجوانب معاكي والنص، وابدأي وسعي ولمي الحروف. حاولي على قد ما تقدري ان انتي تلمي الحروف. خلاص بالشكل اللي عندك ده كده اهو، عشان يبقى بالمنظر ده عندك. خلاص لسه هيختمر ده يا جماعه. بصوا نقول تاني، ادي عندي حته من العجينه اهي اهو بالنشابه، حته صغيره. عايزه تكبري مفيش مشكله. وهبدا بسم الله. بصي من الطرف كده لفيها على بعض كده. تمام. وبعد كده من النص اهو، من النص الصباعين دول اهو، من النص وابداي وسعي من النص. ابداي وسعي ابعدي كده. وهقولك على حاجه، لو العجينه لقيتيها بتلم معاكي تاني، عامه اي عجينه مخبوزات بتلم معاكي تاني، سيبيها ترتاح تاني يا جماعه. وببدا اقفل كده، سيبيها ترتاح تاني، يبقى كده ما خمرتش كويس. خلاص كده هخلص بقى. انا كده خلصت يعتبر كل الكميه. هنسويه على الرف الاوسط يا جماعه على درجه حراره 160 وارجع لكم. كنت بس حابه اقول لكم يا جماعه ان انا هجيب عندي بخاخه واحط فيها ميه بسكر، كوبايه من الميه مع السكر. وهبدا اعمل ايه؟ بسم الله. هرش كده يا جماعه على ايه؟ على البقسماط بتاعي رشه بسيطه. طب ليه انا بعمل كده؟ اولا ده هيطري معايا البقسماط. تاني حاجه هيثبت دلوقتي. لو انا حابه ان انا احط عندي حبه بركه، حابه احط سمسم، ده هيثبته معايا. خلاص هحط حبه البركه او السمسم عليه كده. تمام. على البقسماط بتاعي، وهبدا ارش عليه رشه تانية قبل ما ادخله الفرن. خلاص يبقى انا هحط دلوقتي رشه اهو من البقسماط، من عندي سوري السمسم عماله اقول بقسماط. هحط رشه من السمسم عليه. تمام كده اثبته عليه. وبعد كده يا جماعه ارش عليه رشه تانية برضو من الميه بالسكر عشان تديله لمعه ويبقى حلو جدا معايا. خلاص وبعد كده ادخله الفرن على درجه حراره 160 زي ما اتفقنا. تمام كده اسويه وارجع له.